اسرار مخلل الليفت وازاي يقعد معانا سنه كامله وازاي نعمله بطريقه سريعه. هنتعرف على الطريقتين النهارده، وازاي ما يكونش فيه طبقه الريم اللي بتبقى فوق الوش. ناس كتير بتفتح البرطمان اول ما يخلوا الليفت ويفتحوا البرطمان او اي مخلل عموما، يعني بيفتحوا البرطمان بيلاقوا طبقه من فوق الوش. النهارده هنعرف ازاي نتخلص منها خالص. انا غدا عراوي، دي قناتي قناه الستات في مصر. اهلا بيكم. بنشوف الاول بننقي الليفت ازاي. اهم حاجه تكون الحبايه تقيله ويكون صغير عشان يخش من فتحة البرطمان اللي احنا هنعمله من السنة للسنة، ده بيكون سليم. هنتخلص من الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت، وبعدين نغسله كويس جدا. طبعا ما بنقشروش لان القشرة دي اللون ده هو ده لون من الليفت الطبيعي، من غير بنجر ولا اي حاجة. هنعمله النهاردة. هنجيب برطمان بتاعنا نميله كده عشان ياخد اكبر قدر ممكن يعني من الليفت. الطريقة دي بتقعد سنة. دي طريقة محلات الترشي بالظبط، من غير ما يسود ولا يجراله اي حاجة. هنبدأ بقى نرص الليفت بتاعنا بالطريقة دي واحدة واحدة كده. هنعمله النهاردة ان شاء الله بالطريقتين. ده هيقعد بره التلاجة، والتاني اللي هو المقطع الليفت العادي السريع ده اول ما يستوي هنحطه معانا في التلاجة على طول عشان ما يحصلوش اي حاجة، وبرده يقعد معانا فترة طويلة. احنا كده خلصنا السليم. هنبدأ بقى نقطع، نشوف هنقطعه ازاي. انا ما عنديش القطاعة اللي هي بتاعت الليفت، فانا هوريكي طريقة النهاردة نقطع بيها. بقطعت البطاطس زي ما احنا هنشوف كده. كل المقشرة دي موجودة في كل بيت، فيها حتة من تحت كده بتقطع برضو بنفس الطريقة، تدينا شكل جميل جدا. لو حبيتي انتي تقطعيه بنفس الشكل اهو، عندنا القطاعة دي موجودة في كل بيت. او لو حبيت تقطعيه بالسكينة عادي، التقطيعة اللي تعجبك، بس ده بيدي شكل حلو برضو. بعد ما قطعنا الكمية كلها هنبدأ بقى نعبي البرطمان بتاعنا من غير ما نحط عليه ملح ولا اي حاجة ولا ننقعه ولا اي حاجة. احنا بناخده زي ما هو كده، عشان لو حطينا عليه الملح بيطرى بيبقى مش حلو خالص. الطريقة دي بتاعت المصانع فعلا وبتاعت المحلات. هنبدأ بقى نرصه على طول في البرطمان بتاعنا، نملى البرطمان كله ونشوف بقى المحلول اللي احنا هنحطه. اهم حاجة تظبطي المعيار زي ما احنا هنقول بالظبط، لان هو الملح هو اللي هيظبط الطعم ويظبط التخليل بتاعه. كده خلاص ملينا البرطمان. هنبدأ نشوف بقى نجيب ازازة حاجة ساقعة اللي هي 2 لتر. الازازة دي انا بعاير بيها على طول، بتدينا مقاس مظبوط جدا. دول 2 لتر عشان نعرف احنا حطينا قد ايه. هنفضيها الاول في حلة، هندفي بس المية على النار تبقى دافية. بس المية الدافية دي هتنزل اللون الموف اللي هو في الليفت، وهيدينا لون طبيعي جميل جدا من غير بنجر من غير اي حاجة. يبقى اللون الليفت طبيعي. يبقى المية الدافية بتساعد ان هي تنزل اللون، بتديله لون حلو. ده برضو سر من اسرار المحلات. وهنبدأ بقى على طول المية الدافية. 2 لتر هنحط عليهم 8 معالق ملح. كل لتر مية عليه 4 معالق ملح. هنبتدي نقلب بقى الملح بتاعنا كويس جدا. يبقى اللتر مية. لو احتاجتي مية تاني برضه هتعايري كل كوباية مية عليها معلقة ملح. هنبدأ بقى ناخد مية وملح بس، اللي هو هيقعد معانا من السنة للسنة، مية وملح بس. بس احنا هنا هنزود الملح شوية في البرطمان، نحط معلقة ملح زيادة في البرطمان. ده اللي هيقعد معانا مدة طويلة، يبقى لازم نزود له الملح عشان ايه؟ يتخلل كويس، لان ده سليم غير المتقطع. هنبدأ بقى نزود المية بتاعتنا، يبقى مية وملح بس كده تمام قوي. هنشوف بقى ازاي نتخلص من طبقة الريم. طبقة الريم دي بتظهر ليه؟ علشان اي مخلل بيطلع من فوق الوش لازم يطلع من اللي فوق المية، فاللي فوق المية ده بيعمل طبقة عفن. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب عصاية شيش طاووق بطريقة سهلة جدا، وهنقطعها كده. ناخد مقاس كده فتحة البرطمان اكبر منها بشوية، ونحطهم خلف في خلاف كده، نزنق بيها الليفت بتاعنا السليم. زي ما احنا شايفين عمره ما هيطلع لفوق ابدا ولا يعمل طبقة ولا اي حاجة. شايفين؟ هنقفل بقى البرطمان. دي طريقة. في طريقة تانية كمان هوريها لكم برضو مع الليفت المقطع، عشان دي مش هتنفع مع الليفت المقطع، برضو هيسيب الخشبة ويطلع لفوق. كده قفلنا عليه بقى، هيقعد معانا بره التلاجة. احنا هنا زودنا بقى معلقة سكر، وهنزود معلقتين كبار خل. ده اللي هو المخلل السريع بتاعنا اللي هيتخلل على طول في خلال تقريبا 4-5 ايام. هنلاقي لونه تحفة. طبعا مية دافية مش سخنة، خلي بالكم ان احنا بندفي المية بس. حطينا معلقة السكر وحطينا معلقتين خل كبار، وهنزود بقى البرطمان بتاعنا المية كده تمام قوي. شايفين؟ احنا بقى هنشوف الطريقة التانية اللي هنعمل بيها بحيث ان الليفت بتاعنا ما يطلعش فوق الوش. هنجيب كيس تلاجة عادي، نحط فيه شوية مية صغيرين زي ما احنا شايفين كده، وهنقفل عليه مية من الحنفية عادي.
وهنبدأ نحط الكيس ده فوق على فتحة البرطمان من فوق، هيدي تقل كده، هيخلي اللفت ينزل لتحت ما يطلعش ابدا لفوق. كده بقى مش هيكون معانا طبقة عفن خالص، ومية المخلل ذات نفسها هتبقى جميلة جدا ونضيفة، طعمها جميل جدا. جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. اتمنى لو عجبك الفيديو تعملي اللايك. اول بقى ما يستوي معانا المخلل المقطع ده نحطه في التلاجة على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.